تعالي شوفي والله. شوفي 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 قاعد بكمل لهون. مين هو؟ الشنب. والله مش شايف. شوفي هي شوفي يعني قرب يوصل لتحت لهون عشان يشبك مع اللحية. هذا في مخيلتك، في شوفي قناعاتك. حتى شوفي الشعر قاعد بطول. يعني كم لك 5 سنين بحياتك، ضايل لك شوفي 5 قاعد سنين. بصلع من هون وبطول شعري من هون. شو يعني هذا الاشي؟ هذا الاشي معناته انه انا خلص صرت يعني وصلت لمرحلة من يعني من الكبر. انه انا كبرت يعني. كبرت يعني خلص انه صرت يعني الهموم فوق راسي وهيك كذا الدنيا. الهموم فوق راسك صار يوقع شعرك. 100%. ممتاز. 100%. فاهمة علي انت؟ خفف هموم. شوفي بس والله يعني شوفي انت طلعي جد والله. والله انا حتى رحت على الحلاق قبل كم يوم. شو اسمه؟ زغرت قال لك مبروك. لا بيعمل بالماكينه هون هيك يعني انه يعني قصر لي لا قول له ما تمسكهم احنا مصدقنا يطلع. طب والله شوف صح. ايش صح شوفي ماشي اوكي حجبر بخاطرك صح الخواطر على الله يعني. طب شو يعني هذا الاشي؟ احنا شو اتفقنا قبل اسبوعين 3 انا وانت وبابا؟ ايش؟ شو اتفقنا؟ تذكري ولا شو ما اتفقناش اشي؟ والله ما شوف انا بصراحه اذا سالتني شو غدينا العصر ما اتفقنا اتفاق. وخلص كان يعني شو انه اصبر هسه والله احكي لهم. تعالي يما وين رحتي؟ ماما تعال ايش بدك؟ احنا شو اتفقنا انا وانت وبابا؟ شو اتفقنا؟ ايش بعرفك؟ اتفقنا انا وانت وياه اتفاق. ايش كان؟ اخذنا الضوء الاخضر صح من بابا. اين النصوص؟ صح ولا لا؟ ضوء اخضر ايش؟ انت بتعرفي لشو؟ ايش يا اختي بدك تتجوز؟ طيب يا الله ما بدنا ندور بدنا ندور انا وانت. انا ندور ايش؟ ندور من حاره لحاره مثلا يعني ندور انا وانت؟ اتفقنا ولا مش اتفقناش؟ خلاص جامعة انا خلصت جامعة هسه. الحلال بطريقك تعال قلنا. اذا وقعت بنت الحلال بطريقي صح. انا يعني اقعد انا افوت بيوت الناس وادق ابواب بدي اتعركب فيها بالشارع ما انا. ما بعرف. اكون ماشي وشو اسمه؟ الله ييسر. ونوقع الكتب وكذا قديم هاي الحركات. لك الخير وقفها اللي إلك حتلاقيها وانت لو انك سابع ارض حتلاقيها. خلصنا. طيب ماشي. ان شاء الله. انا ادق بيوت الناس واروح. خلاص انهي موضوع خلاص. ابني سنه وادق بيوت الناس واقول لهم ابني كبر شنبه. شو؟ ابني كبر شنبه. طيب طبعا بتحكي لها وانت فخوره. صار في شعر على تمه وانت فخوره بتحكيها. كمان 5 سنين بيوصلوا على لحيته ان شاء الله. طيب ماشي. خلص ما عليك صدق الا احلى عروس يا عصوم اجيب لك ان شاء الله. الله يرضى عليكي. بس طول بالك علي. الله يرضى عليك. ما تضلك ما تضلكش تفتل فيهم بوقعوا هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل صينية السمك بالخضار بدون قلي او شوي. اول حاجة معانا طبعا معانا كيلو من الشبار البلطي، ومعانا كمان فلفل وليمون وقرن شطة كزبرة وحباية طماطم واحدة ومعلقتين خل، ومعانا كمان معلقة توم. اول حاجة احنا طبعا هنعملها مع بعض، هناخد كل الخضار بتاعنا وهنفرمه في الخلاط لغاية ما نخليه ناعم كده عشان هي دي التتبيلة بتاعتنا. طبعا هناخد الثوم والطماطم والليمون والخل والفلفل وهنعصره طبعا كويس جدا في الخلاط، وهتبقى دي شكله بعد ما نحطه في البولة بتاعتنا اهو. هنتبل طبعا السمك بتاعنا عشان احنا فاتحينه 3 فتحات هتشوفوه دلوقتي اهو. هنملى طبعا الفتحات ديت بالخلطه بتاعتنا او التتبيله بتاعتنا بالشكل ده، وطبعا حطيت كمون وكزبره كمان وملح في الخلاط مع الخضار بتاعنا. وبعد ما تبلناهم جبنا الخضار بتاعنا حبايه بطاطس وطماطم وحطينا فلفل وبصل. طبعا هنقلب عليه بقيه التتبيله بتاعتنا بالشكل ده. هنتبل كمان الخضار بتاعنا وهنرصه طبعا في الصينيه، هنقلبه كويس جدا. وطبعا هنضيف 3 معالق من الزيت. وطبعا زي ما قلت لكم احنا ولا هنشوي ولا هنقلي، احنا هنعملها صينيه وهندخلها الفرن وهتشوفوا النتيجه دلوقتي معانا. طبعا بعد ما هنقلبها كويس كده نجيب الصينيه بتاعتنا، هنرص طبعا الخضار بتاعنا بالشكل ده. هنوزع طبعا الخضار في الصينيه، وبعد كده هنضيف السمك بتاعنا اللي احنا متبلينه من نص ساعه اقل حاجه خالص او ممكن ساعه تبع وقتك. هنرص السمك دلوقتي اهو. طبعا هنرصه بالشكل ده وهنسيبه كمان لمدة 5 دقايق
عشان التتبيلة بتاعت الخضار بتاعتنا تاخد مع بعضها. ولو عندك وقت ممكن تسيبها لمدة ربع ساعة قبل طبعا ما ندخلها الفرن بتاعنا. ومعانا كمان شرايح الليمون هنضيفها على وش السمك كده، وطعمه بصراحة كان جميل جدا، احسن من المقلي واحسن من المشوي. الطريقة دي كانت جميلة جدا، والخضار طبعا كان مستوي جميل. دلوقتي هندخلها طبعا الفرن بتاعنا، وهتقعد حوالي تلت ساعة نص ساعة حسب السمك بتاعك يستوى او الخضار. طبعا انا سبتها حوالي نص ساعة في الفرن، وفي الاخر خالص ولعت الشواية خدت اللون ده، وكان طعمها تحفة بجد. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم، وان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.